بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وأنا بتبع يعني بفتش في تاريخ الفريق سعد الدين الشاذلي رحمه الله. اكتشفت معجزة في حياة هذا الفريق العظيم، بطل حرب أكتوبر المجيدة. هذا الرجل الجليل، فضلا عن كونه عسكري من الطراز الرفيع وشيء كده من القمم العسكرية في التاريخ المصري، إلا أنه قدم معجزة في حياته تحسب له عند الله سبحانه وتعالى، عندما عمل سفيرا لمصر في البرتغال حوالي 4 أو 5 سنوات، وكان يتحدث اللغة البرتغالية بطلاقة، لدرجة أنه كتب كتابا من 6 أجزاء كاملة حول تفسير معاني القرآن الكريم باللغة البرتغالية، وأضاف كمان أكثر من 20 مصطلح جديد عشان الناس البرتغاليين المسلمين يقدروا يفهموا معاني القرآن الكريم. الحقيقة اللي قدمه الفريق العظيم سعد الدين الشاذلي معجزة، وأنا أسف لأن كتير من المتابعين لشؤون التفسير والأحاديث ما خطرش في بالهم إنه هذه الترجمة لمعاني القرآن الكريم باسم سعد الشاذلي الذي ترجمها هو الفريق الجنرال العسكري العظيم الفريق أركان حرب سعد الدين الشاذلي.